اعطيك هسه ورقه بيضة ايه تكتبين رساله لشخص امم اذاك بحياتك نعم بس بدون ذكر اسمه. اكيد. شنو الرساله تكتبيها له؟ اقول له الله لا يوفقك ان شاء حضرتك كوثر. كوثر في طالبه؟ أنا متخرجة هالسنة حلو. من كلية التربية قسم إنجليزي. حلو. لغة إنجليزية. الله يسلمك إن شاء الله. لقيتي شغل؟ لا ما لقيتي. أنا مو إنه أمدح بزوجي أو شيء، بس أتمنى لهم شخص مثل زوجي، يعني يكون حنون ومتفهم وصاحب مسؤولية. صاحب أنا مو إنه أمدح بزوجي أو شيء، بس أتمنى لهم شخص مثل زوجي، يعني يكون حنون ومتفهم وصاحب مسؤولية. صاحب. أنا متزوجة، كنت خايفة من الزواج قبل. من زوجتي؟ إيه جديد. العفو. صار لي 6 أشهر هيك. إيه إيه بعدني عروسة. عن حمله تقليدي. ما أقدر أقول. تحياتي على راحتك. جهالي دا يلعبون هسه يجون. منو عندك؟ عندي بنتي كبيره ثالث متوسط. ما شاء الله. كبرت ومتزوجه. ثاني كليه وتزوجت. زين حضرتك. غفران. غفران اليوم موضوع حلقتنا يتحدث عن الوعود. شنو ليش الفترة الأخيرة إنه بعض علشان الله لا تختارن واحد يأذيك بالدنيا، اختاري صح. والله يعني حرامات، أنا أحبكم أنتوا أخواتي، اختاري صح، لا تتزوجين بالعشق. طبعا أنا ما راح أذكر اسمه، بس أقول له إنه الله يسامحك على كل شيء. زوجك طيب؟ طبعا أكيد. ليش؟ أني يعني هو أذاك وغير مسار حياتك الزواج مشروع ناجح؟ حسب الاختيار. انا اذا اختياري صح طبعا مشروع ناجح. هو أكيد نص الدين يكمل، بس البعض إنه المشروع الفاشل إنه كان ما عنده شغل عام. فاطمة من الشخص اللي خذلش بحياتك؟ بدون ذكر أسماء، زميلة زميل، أكو شخص خذلنا بحياتنا، إنه شنو خذلك وليش خذلك؟ هواي ناس خذلوني. الزواج مسؤولية. أي. أنا صديقاتي ما متزوجات مو؟ صديقاتي لا، هاي أختي وهاي صديقتي. الله يحفظك إن شاء الله. ما متزوجات لا. شنو الشخص المثالي تتمنيه ياخذه؟ زوجة لا لا؟ لا. قبل دخلتي بعلاقات لما دخلتي بعلاقات قبل انه كخطوبه كزواج شيء رسمي؟ إيه طبعا أكيد دخلت موضوع خطوبة وتركت خلاص. منو اخطر انسان بالحياه؟ كذاب، المنافق، الحسود والحقود، هم هذول. جمعتيهم كم واحده؟ اي الحسد مثل عليك؟ اي يتوعد وما يوفي بوعده. أي. شو بهاي الظاهره تصير؟ أنا دائما ضد فكرة إنه الإنسان من يكون سعيد لازم ما ينطي وعد، لأن الإنسان من يكون سعيد يندفع. هاي اسم حضرتك؟ يقين. لا يقين. يقين. انت يوم مواليد؟ 2000. شنو؟ صيدلة. يقين اليوم موضوع يتحدث عن تعدد الزوجات.